الآن أهل الكتاب اليهود والنصارى والغربيون يحاولون تزييف المعلومات للمسلمين. هذا حرب معلوماتية هذه، ولكن غير الحرب المعلوماتية اللي تعريفه مختلف مع الحرب الإدراكية اللي نحن بصددها. الحرب الإدراكية والحرب المعرفية اسمان لهذه النوعية من الحرب المعرفية أو الحرب الإدراكية، اختلاف يسير بينهما. الحرب المعلوماتية يحاولون إعطاءنا معلومات خاطئة ويعني المنع من المعلومات الصحيحة، ولكن في الحرب المعرفية يحاولون تغيير رؤيتنا إلى الأشياء وتغيير يعني مدى العلم الصحيح العميق لهذا الشيء عندنا. فأولا مفاهيميا يجب أن يعني نفرق بين الحرب المعلوماتية. في الحرب المعلوماتية نعم يمنعون منا العلوم، يؤخروننا في العلوم، لا يسمحون لأبناء الشعوب غير الغربية وخاصة من غير الدول المتقدمة بالاصطلاح أو المتكبرة المستكبرة أن يحصلوا على مثل علم الفضاء أو علوم الذرة، علوم الطب في كثير من جوانبها يمنعونهم، لا يعطونهم هذا العلم أو يعطونهم علوم خاطئة. ولكن في الحرب المعرفية ما يسمحون لنا بالرؤية الصحيحة للأشياء، سواء في القضايا الدينية أو في القضايا الدنيوية. والآن صار أمر واضح وبين. وقبل أسبوع السيد القائد الله يحفظه قال نعم حربهم معكم أو ضدكم في موضوعين، في موضوع الدين وفي موضوع العلم. فأولا نحتاج إلى التعرف على هذا المفهوم بجوانبه ما هي، وهل يستخدم هذا الأمر في قضايا عسكرية سياسية استعمارية، في المنافسات والاختلافات بين الشعوب وبين الحكومات، هل تستعمل هذه النوعية من الحرب المعرفية أم لا؟ نرجو من الإخوة أن يراجعوا المصادر ويراجعوا إلى يعني وسائل الإعلام ومثلا حتى الشبكة المعلومة شبكة الإنترنت ليحصلوا على مفهوم، يكتبوا في هذا المجال، يأتوا أشياء جديدة بتعمقات وتدقيقات جديدة في مفهوم الحرب المعرفية، سواء في القضايا الدينية أو في قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية وأمور أخرى. بعد ذلك كيف يستعملون هذه الحرب في مجال السيطرة على العالم. هناك عدة شعوب يريدون السيطرة على العالم ووضع سائر الشعوب تحت سلطتهم، معروفين. كيف يستعملون عبر أجهزة الإعلام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى عبر مثلا التعليم، كيف يستعملون هذه الحرب المعرفية ضد الشعوب ولصالحهم. وهل يدرسون هذا في معاهدهم ومدارسهم العسكرية؟ مثلا بن طاغون هل يدرس هذا الأمر؟ هل يستعمل هذا الأمر؟ وهل يرى في مصلحته مثلا يقلل له الخسائر، يوسع دائرة الانتصارات له أم لا؟ هذا هم نحتاج إلى دراسة معمقة من الإخوة الأفاضل والباحثين والمحققين، وكذلك الكتابة في هذا المجال وتبصير الشعوب والجماهير في هذا المجال. وآخر الأمر أننا نحن المسلمين كيف يمكننا أن نستخدم هذا. نعم أسلافنا أئمتنا عظماؤنا في عصرهم استعملوا هذا وكانوا ناجحين. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف استطاع تغيير الرؤى وأفكار ومعتقدات الناس على الأقل في الجزيرة العربية،
في مدى حياته إلى أواخر عمره غير من أفكار الناس، من رؤية الناس إلى هذه الأصنام والأوثان وخلقة العالم ورموز النجاح في الدنيا والآخرة والسعادة، غير. ولكن في مدة قصيرة جدا، عقدين من الزمان أو أكثر شوية. بعدين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام خاصة في النهضة الحسينية، النهضة الحسينية بشكل وآخر كان إحياء للإسلام. من كثير من كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتبين أنه يعني دور الإمام الحسين عليه السلام في استمرارية هذا الدين شبيه بدور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا من حسين مني وأنا من حسين، يعني مثل ما وجود الحسين عبر وجودي وأنا وسيط في وجود الحسين المادية في حياة الحسين، حياتي المعنوية واستمرارية ديني وشخصيتي وحقيقتي إلى يوم القيامة يمر عبر الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذلك المسألة المعرفية كان يلعب دور مهم، لأن بني أمية كانوا هم نفس بني أمية. بني أمية الذين وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة وآمنوا فقط في السنتين الأخيرتين من حياته عليه الصلاة والسلام، ذاك هم تحت بريق السيف. عندما أراهم مسلمين لم يقتلهم ولكن جاء بجيش جرار، فهم صاروا مستسلمين لا مسلمين حقيقيا، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبهم، بل عندما وجدوا السيف على رؤوسهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من نيتهم أن يحاربوا دين النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنحت لهم الفرصة. ومن كلماتهم من تصرفاتهم كان واضحا هذا. مثلا أبو سفيان يقول لأولاد بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، يعني الآن وصل الدور إليكم، أولا خذوا السلطة السياسية وبعدين تستطيعوا أن تأخذوا السلطة الفكرية الدينية. أيضا هم عندما وصلوا إلى السلطة بدأوا بنشر أفكارهم الجاهلية من جديد. وكلمات عن يزيد بن معاوية معروفة، أنه تمثل بشعر أحد يعني أنصارهم في حرب في غزوة بدر: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من رقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشعل. وإلى آخر. يقول أخذت من بني أحمد ما كان فعل، يعني هذا إظهار له بالكفر صريحا. وشخصيات مختلفة من بني أمية أظهروا هذا الكفر، أنهم ما يريدون الإسلام والإسلام ما ترسخ فيهم. وغيرهم من اليهود والنصارى الذين كانوا يتربصون بالإسلام عندما وجدوا أن بني أمية جاءوا إلى السلطة وجدوا في ذلك بغيتهم، أنهم الآن يريدون محاربة الإسلام من جديد. إذا ما استطاعوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وانهزموا وانكسروا وتراجعوا وانحسروا في حروبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ومن ما أدري بني قريظة وبني النضير وأمثال ذلك، الآن بشكل ثقافي وناعم يستطيعوا العودة إلى الساحة وإزالة الإسلام من الساحة. هم أيضا وجدوا بغية، كثير منهم دخلوا في بلاد بني أمية في مناصب عليا عند معاوية وغير معاوية. بعضهم أيضا كانوا من الذين كتبوا الردود ضد الإسلام. معروف عندهم من الشخصيات المعروفة لدى المسيحيين شخص في أيام معاوية كان يشتغل في بلاد معاوية في جمع الخراج وأمثال ذلك، اسمه كان يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي معروف عندهم، وهو من الذين كتبوا ردود
ضد الإسلام، وحتى يستشهد ببعض آيات القرآن، وكتب أول الرد على القرآن الكريم، وإن كان رده ضعيفا وأصلا خارجا عن الفائدة، ولكن هم معلوم أن حربهم كانت متواصلة ضد الإسلام، وبعضهم أصلا دخلوا في الإسلام بقصد إفساد الإسلام، بعضهم لا بقوا على دينهم ولكن بأشكال أخرى كانوا يحاربون. فمسألة الإمام الحسين عليه السلام إذا صار واضح عندنا أنه لم يكن ثورته عليه الصلاة والسلام من أجل أخذ السلطة فقط، ما كان منا منافسة في سلطان أو رغبة في الحطام من كلماته عليه الصلاة والسلام. يعني لا تنظروا إلى هذه القصة أنه هناك خلاف وصراع بين يزيد والحسين عليه السلام ويزيد لعنة الله عليه فقط على السلطة، هو يريد أن يكون ملك وهذا يريد، لا أبدا، لا تقللوه، لا تفسروا هكذا، هذا هم من الحرب المعرفية أيضا. قلت لبعض الإخوة أنهم عندما جاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة وبعدين وصل إلى الناس خبر اقتراب عبيد الله زياد أو مثلا دخوله في دار الإمارة، بعض الناس جاءوا وأخذوا بأيدي شبابهم وأقربائهم وسحبوهم معهم وقالوا ما لنا شأن بالصراع بين السلاطين. يعني كان فكرهم إلى هذا الحد أن هناك صراع بين شخص اسمه يزيد وشخص اسمه الحسين على أي شيء، على السلطة، هو يريد يكون ملك، هذا يريد يكون ملك. لا، هذا تفسير خاطئ 100%. أول الحرب أو أساس الحرب الحرب المعرفية كانت، هذا يريد إحياء الإسلام والحفاظ على الإسلام كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. هذا هدفه إحياء الإسلام والحفاظ على الإسلام ومنع تحريف واستغلال الإسلام، وذاك لا هدفه بخلاف ذلك، بعكس ذلك. يسمي نفسه خليفة رسول الله ويجلس على الكرسي بهذا الاسم، ولكن يحارب دين النبي، يحارب أسرة النبي، يقتل أولاد النبيين، حتى يأتي اليهود والنصارى ويؤبخونه ويلومونه على ذلك، ويقول الشخص المسيحي الذي كان سفيرا من الروم عند يزيد عندما شاف أنه يلعب برأس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الرأس المبارك بالثنايا المبارك، قال يا يزيد هذا رأس من أمامك تلعب به؟ قال ما تعرفه؟ قال قل لي من هو؟ قال حسين بن فاطمة. قال تقصد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي نعم. قال يا يزيد تبا لك وتأسا لك، أنا بين النصارى الآن يقدسونني، يأخذون من تراب قدمي، والحال أن بيني وبين وصي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام 40 جيلا و40 قرنا، ولكن يحترمونني للنسبة البعيدة، مو إلى نفس عيسى، إلى وصي عيسى، وأنت تفعل هذا بابن بنت نبيك وتسمي نفسك. شوف، هذه معرفة وتلك معرفة. تلك المعرفة هم تتسمى بأنها إسلامية، وهذه المعرفة هم إسلامية. الآن أيضا نفس الصراع مستمر، داعشي وما أدري بوكو هارام وطالبان والقاعدة وغيرهم، ماذا يسوون؟ يسوون جهاد في سبيل الله، ولكن كيف جهاد؟ الجهاد الذي يشمئز منه كل إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يبتني أصلا على الإنسانية وعلى المحبة وعلى العدالة وعلى الكرامة وعلى الإنصاف والرحمة، أبدا أبدا، بل فقط حرص للدنيا. وإن كانوا يعني يهيئون بانرها لافتات كبيرة يضعونها في أمام القرى والمدن اللي يحتلونها، يكتبون خلافة على منهاج النبوة، يعني ما يفعله داعش، ما يفعله ما أدري بوكو هرام، الشباب غيره وغيره، هذا منهج بالاسم
خلافة كثيرة، ولكن أي خلافة حقيقة قريبة وعلى منهاج رسول الله، أي واحد منه ينطبق عليه أنه على منهاج رسول الله.